السلام عليكم حبيباتي، ديروا جيم، ديروا اشتراك وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عند اختكم درموله. وكملوا الفيديو راح تستفادوا بزاف بزاف، وما تنساوش تخلوا لي تعليق اذا عجبكم الفيديو طبعا. شوفوا حبيباتي الغاليات، انتي اللي راكي مزيره على بنتك وتضلي تراقبي فيها وتقولي الطفله لازم لها رقابه شديده لا تخرج الطريق وتجيب العار للدار وطفل تطلقيه وتخليه وتقولي الطفل يتحمل مسؤوليته وما يجيبش العار للدار، راكي غالطه بزاف بزاف وريحه تندمي على هذه التربيه تاعك. شوفوا حبيباتي المستمعات، التزيار والمراقبه والتربيه تكون للبنت والولد كيف كيف، حتى الطفل قادر يجيب العار لوالديه اذا خرج الطريق ويولي طاكاشيات ودعوه شر ويتبع اصحاب المافيا، ويمكن يدخل للحبس ومو تجري موراه من محكمه لاختها وباباه يتذلل للناس باه يسمحوله ولا تكمل عليه مقتول بعيد الشر. ربوا ولادكم بنات وولاد، نهار الاخره رايحه تتحاسبي عليهم كيف كيف. وفي وقتنا هذا ربما تربيه الطفل اصعب من تربيه البنت، وما تزيديش تقولي الطفل مهما دار يبقى راجل وهو مسؤول على تصرفاته. الطفله هي اللي تجيب العار لعائلتها وباباها هو المسؤول عليها حتى وتكون كبيره. الوقت اللي وصلنا له حبيباتي، الطفل اللي عاد يجيب العار لوالديه اكثر من الطفله. والعار ماشي غير اللي تعرفوه نتوما على الانثى، كاين اللي ولادهم راهم يروحوا يجاراو على بنات الناس ويتبلاو بنات الناس. التربيه للولد والبنت، رايحه تتحاسبي على اولادك، نتمنى تكون الرساله وصلت. الولد ما يجيبش العار، هذه ثقافه جهلاء، يوم القيامه الجميع يتحاسب. وراقبوا بناتكم حبيباتي كي يروحوا يقراو، كاين اللي تزرطي وتهرب وكاين اللي تصوتي فوق السور وتهرب، لو كان تطيح كاش ما يصرالها ما قراتش ولا بغات تخرج تروح للدار تروح من الباب. علاه تصوتي من السور؟ بزاف بنات تلقيه مترجلات، لا انوثه لا قبول لا اخلاق، القباحه السب الكلام البذيء طياحه الهضره. اين دور الوالدين؟ عسوا بناتكم على قداه يخرجوا من الدار، كاين اللي توصل للمدرسه روطار وما يخلوهاش تدخل، تروح من فوق السور تدخل لا قدر ربي تطيح. وصوا بناتكم حبيباتي، بزاف بنات تلميذات قبيحات فاسقات صدقوني تفوتي عليهم ما يحشموش، طياحه الهضره قدام العباد الكبار، تفوت على الطاقه تاع الناس تهضر مع صحاباتها بالطياحه وتظل كل يوم تلتقي مع صديق. صدقوني حبيباتي هذا النوع بالذات تلقيها حافظه الجبال والتلال والسهول، والديها نهار تحبس القرايه ويجوا ناس يخطبوها يطلبوا لها دارها وحدها وتقول كوزينتي وحدي داري وحدي ذهبي وحدي، وكي تتزوج تلقيها تخدع وتخون راجلها وتجيب مشاكل لوالديها. لا حبيباتي مانيش نعاير بصحراني نحكي على واش راه صاري. راقبوا وربوا ولادكم ذكورا واناثا، وربي يكون معاكم ويقويكم وان شاء الله تنجحوا في تربيه اولادكم يا رب العالمين. كونوا قويات وادعي ربي يصلح اولادك ويبعد عليهم رفقاء السوء، وانصحوهم بالصلاه. الصلاه هي اللي ترجعهم للطريق، والصلاه هي اللي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما تشجعيش ولادك على الانحراف سواء بنات ولا اولاد، ربي كيما وصانا النبي عليه السلام باش ما تندميش. وهنا حبيباتي الغاليات نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ما عليا غير نقول لكم ما تنساوش اللايك والتعليق اذا عجبكم الفيديو طبعا، واللي دخلت جديده مرحبا بك يا العزيزه. واذا بغيتوا بارطاجوا الفيديو باش تعم الفائده ويفيقوا كل الوالدين، كل وحده تحكم ولدها ولا بنتها وتهضر معاه بالهضره المليحه باش يرجع للطريق المستقيم. ومع السلامه، اختكم درموليتا.